مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة خبر عاجل. الحادث المفاجئ اللي هز مطار زاكورا حيث اندلعت حريق داخل برج المراقبة، مما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المختصة لاحتواء الوضع وضمان استمرار حركة الملاحة الجوية. حسب المصادر اندلعت هذا النيران على قمة البرج المراقبة وسط نيران كثيفة تم توثيقها بالفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. استجابت فريق الوقاية المدنية بسرعة فائقة وتمكنت من احتواء الحريق وإخماد النيران في أقل من ساعة دون تسجيل خسائر بشرية. وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن النيران انطلقت حوالي الساعة 8:12 دقيقة بالضبط، وتم السيطرة عليها بحلول الساعة 9:30 مساء، كيف ما أكد المكتب عدم تأثر الحركة الملاحة الجوية، مشيدا بالتنسيق الميداني المتميز بين كافة الفرق العاملة في ميدان الطيران. الاختصاصيون رجحوا أن يكون السبب الحريق تماس كهربائي أو خلل فني طال معدات البرج، لكن التحقيقات الرسمية لا تزال جارية لتحديد السبب بدقة. وبرغم حجم الخسائر المادية في البرج، فإن الإدارة التنفيذية للمطار حرصت على توضيح أن جهاز الملاحة الجوية والتوجيه الجوي لم يتأثر، مما أسهم في الحفاظ على تدفق الرحلات وطمأنة المسافرين. ختاما خوتي، نجحت السلطات في إخماد الحريق بسرعة وأمنت استمرارية خدمات المطار، لكن هذه الحالات تستدعي إعادة النظر في إجراءات السلامة والصيانة الفنية لتفادي تكرار مثل هذه الأخطار في المستقبل. مشاهدينا الكرام، شنو الرأي ديالكم نتوما؟ شاركونا بالآراء ديالكم في خانة التعليق، وإلا عجبكم هذا التقرير ما تنساوش الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وإلى اللقاء في عدد جديد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.